تعمل إيه لو داخل تالتة ثانوي؟ كل سنة ملايين من الطلاب بيدخلوا السنة اللي هي بتحطط مصيرهم كلها، مش بس كده هم اللي مفكرين كمان أهاليهم بيحطوا كده في دماغهم وهم مدرسين، وإن لو جبت 99% حياتك هتبقى عظيمة وخلاص هتتخرج من الجامعة وهتلاقي شغلانة أحلامك. بس ده للأسف ده مش حقيقي دلوقتي في 2026 وحرفيا هو مش حقيقي من ساعة ما أنا اتخرجت. بس أنا جاية أقول لكم إن الكلام ده ناقص. الثانوية العامة مش هي الحاجة اللي هتحدد مصيرك، هي حاجة مهمة وطبعًا لازم تذاكروا وتروحوا الدروس بتاعتكم وتعملوا كل حاجة، بس ما تحطوش على نفسكم العبء النفسي اللي بيخلّيكم أصلًا تنقصوا عشان كده، إن هي أنت لو ما ذاكرتش كويس أو أنت لو ما جبتش مجموع مثلًا 99% أنت خلاص كده حلمك انتهى، ده مش حقيقي على الإطلاق. فعشان كده أنا عملت الفيديو ده عشان في حاجات كنت أتمنى حد يقولها لي وأنا في تالتة ثانوي، خصوصًا إن أنا كنت دفعة كوفيد. الدفعة اللي حرفيًا الدراسة اتلغت من عندها وقعدوا في البيت، وحاجات أنا لو كنت عملتها أصلًا كانت وفّرت عليَّ سنين، وأكتر حاجة استغربتها إن هي أصلًا ما كانتش ليها علاقة بالمذاكرة، إن أنا كان ممكن أذاكر بشكل أسرع، أذاكر بشكل أفضل، وهي أصلًا ما لهاش علاقة إن أنا أقعد وأكتب دلوقتي يالّا إن أنا أخدت الدرس ده وأعمله، ما كانش ليها علاقة بده على الإطلاق. بس أنا للآخر لإن آخر نقاط هي النقاط اللي غيّرت في حياتي فعلًا وخلّتني إزاي فعلًا أقدر أذاكر لتالتة ثانوي. هاي أنا عالية ولأول مرة تشوفوني أنا سافرت أكتر من 19 دولة. وخدت أكتر من 40 منحة، وباعمل محتوى يخلّيك أفضل ويقرّبك أكتر لحلمك. أنا لمّا بابُص على نفسي دلوقتي وأنا عندي 17 سَنة، حاجات كتيرة أوي اتغيّرت، حاجات كتيرة أنا كنت فاهماها إن هي صح وطلعت غلط في الآخر، منها تالتة ثانوي. فإزاي بجد دلوقتي أنتِ كواحدة عندِك 17 سَنة، إزاي ممكن تقدري تطلعي بالسَنة دي بمجموع كويس عادي جدًا، بس برضه إن أنتِ بعدها لو عايزة تحققي أي حلم من أحلامِك، زي إن أنتِ تاخدي منحة دراسية أو إن أنتِ تسافري برّه مصر، إزاي برضه تقدري تحققيه؟ في حاجات كتيرة أوي كنت أتمنى حد يقولها لي لو عندي أخت كبيرة، بس أنا ما عنديش أخت كبيرة، فخلاص اعتبريني أنا أختِك الكبيرة في الفيديو ده أو أختِك الكبيرة برضه. أول حاجة بلاش تخلّي ثانوية عامة تبني هويتكم، ما تخلّيش هويتكم إن أنا شخص في تالتة ثانوي، إن أنا senior. دي مش الهوية بتاعتكم، دي مش الحياة بتاعتكم، وخلّينا نكون واضحين في أول الفيديو أهو. التالتة ثانوي ما بقِتش زي زمان، يعني زمان كان أهالينا عشان يبقوا كويسين فعلًا ويشتغلوا شغلانة كويسة، كان لازم يتخرّجوا من تالتة ثانوي، لازم يتخرّجوا يخشوا الجامعة دي، فهو فعلًا لو دخل طِب أو هندسة خلاص هو هيضمن لنَفْسه إن هو هيقدر يسافر برّه مصر في منحة دراسية أو يسافر عادي جدًا، أو إن هو يشتغل في شركة كبيرة جدًا. دلوقتي ده ما بقاش موجود أصلًا، ده مش موجود، أنا خلاص اتخرّجت أهو من الجامعة وأقدر أقول لكم ده مش موجود. ده مش حقيقي، ما تحطّوش في بالكم الكلام ده، لإن هو أصلًا ده مش حقيقي وكان جيل مش جيلنا، يعني إحنا بنسمع كلام جيل أصلًا مش جيلنا، ما فيش حاجة اسمها إن أنا طالب ثانوية عامة، فما فيش حد ييجي لي البيت أنا طالب ثانوية عامة، فما فيش خروج، ما فيش رياضة، ما فيش أي حاجة. إحنا بنحط أولويات، فالأولوية بتاعتِك دلوقتي إن ثانوية عامة، ماشي، دي الأولوية بتاعتي، أنا أولويتي ثانوية عامة، بس في حاجات تانية مش هينفع بس تفضلي رايحة داخلة خارجة، رايحة داخلة خارجة في الدروس. مش هيفضل كده، مش هتبقي حابة تذاكري أصلًا، أصل ده مش معقولة، ده مش منطقي إن عقل الإنسان وجسم الإنسان مش هيتعايش كده. فلو مثلًا أنتِ شاطرة في رياضة أو أنت شاطر في رياضة وحرفيًا أنتم أكيد دلوقتي إحنا في كأس العالم يعني شايفين لو أنت مثلًا شاطر في رياضة وبتحرّيف كرة قدم مش بيحصل طبعًا للكل بس ممكن توصل لفين، وهكذا. ومش لازم حتى يعني أنا بافتكر كده وأنا في تالتة ثانوي أنا كنت عايزة إيه، أنا كنت عايزة أبقى scientist متخيلة؟ عسل والله. كنت عايزة أبقى عالمة، كنت عايزة أبقى scientist. يعني يا لولو حبيبة قلبي والله، يعني أنا باشتغل حاجة ما لهاش علاقة دلوقتي خالص بده، ولا باحاول حتى إن أنا أبقى ده، فكل حاجة اتغيّرت، وأنا أصغر كنت عايزة أبقى دكتورة زي كل الناس، فعادي جدًا إحنا بنتغيّر، ما فيش حاجة اسمها إن لأ ما فيش خروج، ما فيش حياة، ما فيش أهل، ما فيش صحاب، لأ كل حاجة بنعملها بنسب، الpriority بتاعتِك، الأولوية بتاعتِك إن أنتِ فعلًا الثانوية العامة، إنِّك تذاكري كويس، وأنا ده 100% طبعًا اعملوها، لإن ده أنا بس مش عايزاكم بس إن أنتم تذاكروا، أنا عايزاكم يبقى يتبني عندكم حاجة اسمها الdiscipline الانضباط، وده اللي أنا باقوله. الناس الناجحة فعلًا والشاطرة بتبان من وهي صغيرة، من في سنِّك ده دلوقتي لو أنتِ بتذاكري مش بتتلصقي، يعني أنتِ قاعدة في الدرس بدل ما تتكلمي مع صاحبتِك وتقعدي تلكي، ما عادي ما أنتِ هتشوفي صاحبتِك بعدين والله هتشوفي صاحبتِك بعد الدرس، لكوا بعدها، يعني اقعدوا لكوا أصل الواد عادي اعملوها بعد الدرس، ركزي بجد، يعني أنتم دافعين فلوس ودافعين مجهود ونازلين وعاملين كل حاجة، نركّز في الدرس والله. يعني أنا عملت ده في الجامعة، يعني أنا الجامعة ما كنتش حاباها خالص، بس كنت باقول والله في علم ينفع، في علم ينفع قليل كده، طَب ما تنتفعي بيه. يعني عادي ما أنتِ نزلتِ خلاص اسمعي المحاضرة، لو مش عاجبِك امشي يعني. ولكن لازم تفهموا إن هي سَنة في حياتِك، هي مش حياتِك كلّها. الحاجة التانية بقى إن إحنا نبدأ نذاكر بذكاء، دلوقتي في أحسن وقت، أنا عارفة إن أنت ممكن تكون بتفكّر إنه لأ، بس الذكاء الاصطناعي مخلّي الحياة بقت أسهل بكتير.
أنتم متخيلين إن أنا دلوقتي وأنا باذاكر محاضرات الجامعة كنت باخلّي Gemini يساعدني، كنت باخلّي Claude يساعدني، الذكاء الاصطناعي ما خلّاش حاجة إلا وعملها، فابدأوا اتعلموا فعلًا إزاي تخلّوا ما تبقوش الجيل القديم. أنا بجد مش باقتنع خالص حتى من وأنا في سني إن الأهالي ياخدوا التليفونات من عيالهم ويدّوهم تليفون بالنوكيا، اللي هو نوكيا الجميل ده، لأ. لأ بجد إحنا ممكن تسجّلوا المحاضرة ساعتها، الدرس ساعتها، تعملوا أي حاجة، لازم تتعلّموا أصلًا إن الموبايل ده كنز حرفيًا، اللابتوب ده كنز، دي حاجة مهمة جدًا، دي مش حاجة دلوقتي بقت فرعية، دي حاجة أساسية فعلًا هتسهّل عليكم، يعني أنتم ممكن تعملوا cards في اللابتوب، AI ممكن يساعدكم مثلًا، تتعلّموا بجد الAI ممكن يساعدكم إزاي وتبدأوا تعملوا ده، دي حاجة مهمة جدًا، أنا بدأت أعملها دلوقتي الAI بيسهّل علينا، استغلّوا التكنولوجيا لصالحكم، ما تقعدوش بس اللي هو لسه عقلكم لسه من 40 سَنة. لأ إحنا في 2026 استعملوا تكنولوجيا، مش تستعملوا التكنولوجيا إن أنتم تسألوا مثلًا النهارده ألبس إيه أو أعمل كده، لأ استعملوها فعلًا في المذاكرة، حطّوا مثلًا على Gemini أو ChatGPT الPDF اللي المدرس بعتها لكم وخلّيه يلخّصه، خلّيه يعملوا خرايط، لو أنتم بتذاكروا شوفوا إيه الطريقة اللي أنتم بتعرفوا تذاكروا بيها أفضل. تاني أهم شيء إن أنتم لو قعدتوا تذاكروا 12 ساعة بس أنتم مشتتين، أنتم بجد، بجد الشخص ذاكر ساعتين هيبقى أفضل منكم بكتير. لازم تعرفوا تذاكروا إزاي، لازم الناس اللي كانت يعني أنا في صحابي دخلوا طِب ودخلوا هندسة، والله، والله في طِب وهندسة كانوا بيتطوعوا معايا في نفس الحاجات، يعني كانوا بيتطوعوا معايا، كانوا leaders كمان في التطوع، كانوا بيروحوا الرياضة، كانوا بيخرجوا مع أصحابهم، ما أعرفش كانوا بيعملوا كل ده إزاي، هُم فعلًا قُلت لهم ساعتها والله على سرهم هُم فعلًا بيعرفوا يذاكروا كويس، أنا دلوقتي أهو أنا قاعد الساعة دي والّا الساعتين دي أنا قاعد أذاكر، أنا قاعد أهو فتحت الnotebook بتاعتي، فتحت الكراسة بتاعتي، كتبت أنا قاعدة أذاكر، مش قاعدة إن أنا فاتحة الnotifications على الموبايل. بس مش قاعد إن أنا مثلًا طَب صاحبي كلمني فارُد عليه، طَب أهلي برّه في أكل أقوم آكل، خلّي بس الساعة والساعتين دول إن إحنا نذاكرهم فعلًا، ما فيش مشاكل إن إحنا مثلًا قاعدة أهو بقى لي ساعة فتعبت فاقوم أتمشى، ده على فكرة أفضل، ما فيش أي مشاكل، ولكن ذاكروا بضمير، يعني أنتم لو بتذاكروا 12 ساعة ومن غير ضمير أصلًا أنا مش مقتنعة بنظام إن هو ذاكر 12 ساعة دي، أنا مش مقتنعة خالص بنظام اللي هو تاكلوا الكتب، لأ، الشخص الذكي، الشخص الشاطر فعلًا مش بيعمل كده، ولكن هو بيعرف يذاكر صح، فاتعلموا إزاي تذاكروا صح. الحاجة التالتة ما تقفلوش حياتكم على الإطلاق، في ناس من أول السنة تقوم قافلة كل التطبيقات، لأ أنا مش هاشوف أي حاجة، لأ. ده هيخلّيكم أصلًا تمام، أول شهر، أول شهرين هتعملوا ده فعلًا، بس بعد كده هتحسّوا بburn out هتحسّوا إن أنتم بتحترقوا حرفيًا، أنا عملت ده، اللي هو أنا خلاص ما بقيتش قادرة أستحمل، ما بقيتش قادرة بجد، أنا حياتي كلّها روتين، أنا بانزل باصحى دروس، 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 باروّح باذاكر، 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 تاني يوم دروس، هكذا، روتين، روتين مش قادرة أستحمله، وده أصلًا ما كانش روتين أنت بتعمله قبل كده، أنت حرفيًا بتخلّي نَفْسك إنّك مش قادر تكمّل، وفعلًا ده هيوقّفك، فلأ. ما يعني قلِّل الحاجات اللي كنت بتعملها، ما تمسحهاش، مثلًا كنت بتقعد مثلًا ساعتين على التيك توك، طب خلاص معلش هنخلّيها نُص ساعة، خلّيناها نُص ساعة هنبقى نحوّلها ربع ساعة، 10 دقايق، 15 دقيقة، وأنا أصلًا مش مقتنعة إن السوشيال ميديا كلّها وحشة، عامةً السوشيال ميديا من الحاجات اللي كانت ساعدتني خصوصًا إن أنا ساعتها كنت دفعة كوفيد، فحرفيًا ما كانش حاجة قدّامنا غير النت، يعني أنا اكتشفت وأنا في تالتة ثانوي إن النت عليه مصادر أحسن بكتير، ومتخيّلة بعد 6 سنين دلوقتي عليه مصادر أفضل بكتير أصلًا من اللي أنا كنت باسمعها. اكتشفت عليه المدرسين بيشرحوا الكيميا والفيزيا بطريقة أحسن بكتير من المدرسين اللي كنت باخد عندهم، بجد. بس هي مشكلتي بس مع النت إن هو بس إن أنتم مش هتكونوا عارفين أولًا مش هيبقى في انضباط أوي زي الcenters والدروس إن هُم بيدّوكم امتحانات وكده يبقى في سكرتيرة، ثانيًا إن هو بس مش هتبقى عارف المنهج هو ده المفروض بتاخده أو لأ، بس لو بتاخده مثلًا مع مدرسين أونلاين أنا باشوف إن ده أفضل بكتير. الحاجة الرابعة بجد إن أنتِ تبدئي تحسّني الإنجليزي بتاعِك من دلوقتي، ابدأ حسّن الإنجليزي بتاعِك من دلوقتي. يعني وأنتم في الدروس احفظوا فعلًا كلمات، ركّزوا فعلًا. كل الأبواب اللي اتفتحت لي بعد تالتة ثانوي اتفتحت لي بسبب إن أنا الإنجليزي بتاعي كويس. كل الحاجات اللي اتقبلت فيها، أنا متخيلة إن في حاجات من التطوعات اللي أنا كنت باقدّم عليها كانوا بيعملوا interview معايا بالEnglish، هُم عايزين يشوفوا إن الEnglish بتاعي كويس، مش هيقبلوني من غير الEnglish أصلًا، متخيلين حتى التطوع، الكورسات كلها اللي كنت باخدها من coursera هي بالEnglish أصلًا، السفر ساعتها اللي عملته، أصل أنت هتسافر إزاي؟ هتسافر إزاي وأنت مش معاك English أصلًا؟ خامس حاجة وأنا عارفة إن في ناس تقدر تعملها وفي ناس لأ، بس حاولوا تمنوا نفسكم برّه المدرسة، تمنوا نفسكم برّه قوقعة التالتة ثانوي. ساعة واحدة بس إن أنتم تروحوا تلعبوا رياضة، ساعة واحدة بس إن أنتم تطوّعوا في الأسبوع، ساعة واحدة إن أنتم تشوفوا حاجة أنتم بتحبوها فعلًا وتعملوها، تلعبوا آلة موسيقية، ده بجد هيساعدكم جدًا، لإن أنا زي ما أنا باقول تالتة ثانوي مش بالنسبة لنا كلنا، مش كلنا عايزين نخش طِب وهندسة، في ناس عايزة تبقى حاجات تانية، فابنوا نفسكم فعلًا برّه المدرسة وبرّه الدروس. فاكر الغلطة اللي قُلت لك هاقول لك عليها؟ الغلطة هي إن أنا كنت مفكرة إن كل حاجة هتبدأ بعد تالتة ثانوي، كل حاجة هتبدأ بعد الدروس، بعد الامتحانات، واللي اكتشفته إن ده مش حقيقي، الحاجة بتبدأ من دلوقتي. يعني أنا مثلًا لو عايزة منحة هي مش هتبدأ بعد تالتة ثانوي، طَب أنا عملت إيه؟
فلازم تشوفوا بجد أنتم عايزين إيه، يعني أنتم بجد عايزين من تالتة ثانوي دي تتخرّجوا بيها بإيه؟ هل أنتم إن أنتم تجيبوا مجموع 99% خلاص تخشوا طِب، خلاص يبقى أنت هتفضل تذاكر وتذاكر وتذاكر عشان ده. طب هل أنت مثلًا عايز تبقى لاعب رياضي؟ أنت هتذاكر بس مش هتهتم بالمذاكرة زي الشخص اللي عايز يجيب 99%. فأنتم لازم تكونوا حاطين أهدافكم بجد. دي الغلطة اللي أنا وقعت فيها فعلًا، إن أنا بس ما كنتش حاطة أي حاجة، كنت مفكرة إن كل حاجة بعد تالتة ثانوي. ولكن اكتشفت اللي هو أنتِ عايزة إيه، وأهم حاجة بجد ما تقارنوش نفسكم بأي حد، كل واحد ليه ظروفه، ليه حياته، ليه أحلامه، وده اللي أنا باكتشفه دلوقتي. يعني الشخص اللي جاب مجموع وِحِش ما كانش شخص غلط على الإطلاق، ممكن حرفيًا دلوقتي يبقوا الأغنى أو الأشطر، والشخص اللي جاب مجموع عالي برضه ما كانش غلط على الإطلاق برضه. في ناس كتيرة أنا باشوف الناس اللي بتجيب مجاميع عالية دي ناس عندها الانضباط بدرجة عالية، يعني أنا شايفة إن هُم ممكن يفتحوا أي business وهينجحوا فيه. أنتم بجد شوفوا أنتم عايزين تبقوا إيه، وما تقارنوش نفسكم بحد، حياتنا مختلفة. الشخص اللي أهله بيقدروا يجيبوا له مدرسين private، الشخص اللي هو بيروح دروس مع أصحابه، عادي. الشخص الرياضي، ما تقارنش حياتك بحد، حياتك ملك ليك أنت بس، ما تقارنش حياتك بصاحبتك، ما تقارنش حياتك بصاحبك. وبس كده. لو أنتم في تالتة ثانوي اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي أكتر حاجة مخوفاكم السنة دي، ولو هدفك بعد تالتة ثانوي إنك تسافر أو تقدم على منح أو تبني CV قوي، خليك متابعني عشان أكون باكلمكم ده عنه في الفيديوهات الجاية، واعمل لي subscribe، وبجد الدعم بتاعكم هو اللي بيخليني أكمل محتوى، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. باي باي.